السلالة الجديدة لفيروس كورونا، الطفرة المرعبة التي خلخلت حسابات العالم من جديد. فبعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت ظهور سلالة جديدة في بريطانيا وتعليق عدة دول لرحلاتها الجوية في محاولة للسيطرة على الوضع الوبائي، أصبح العالم متوجسا من تكرار سيناريو ووهان الرهيب الذي قلب موازين قوى ملايين البشر. فانكب العلماء وخبراء علم الأوبئة على تحليل الطفرة الجديدة والبحث عن سبل لطمأنة البشر. لقد تبين أن هذه الطفرة ليست إلا واحدة من بين 300 ألف رصدت حتى الآن، لكن الأخيرة هي الأسرع انتشاراً بنسبة قابلية انتقال تصل إلى 70%، مما يجعلها الأشرس مقارنة بباقي السلالات، كما أنها ليست إلا آلية تصحيح ذاتي للفيروس للحفاظ على حمضه النووي. وأكد العلماء وعلى رأسهم كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا كريس ويستي أنه وإلى حدود الساعة لا يعلم إن كانت السلالة الجديدة ترتبط بارتفاع معدل الوفاة أم لا. وعن التغيير أو الطفرة الطارئة في السلالة الجديدة، فتبين أن الأمر يتعلق علمياً ب N501Y في بروتين شويكة فيروس كورونا، وهي موجودة على السطح، مما يسمح بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها، كما أن لديها القدرة على الانتشار في الدورة الدموية بشكل سريع. وفي محاولة للإجابة عن تساؤل معظم البشر، هل بات اللقاح غير نافعاً بظهور السلالة الجديدة؟ فإن الخبير في علم الأوبئة بجامعة ليون الفرنسية يحيى عبد المؤمن أوضح أن هناك 23 تغييراً مختلفاً على مستوى البروتين فقط في هذه السلالة، وبالتالي فإن كانت فعالية اللقاح تبلغ 95%، فقد تبلغ فعاليته مع السلالة الجديدة 90% فقط، حالها في ذلك حال كل الإنفلونزات التي تقتضي تطويرا سنويا للقاحاتها بفعل تجدد سلالاتها. ويحتمل الانتقال السريع للفيروس وتطور سلالاته فرضيتين اثنتين: إما أن يؤدي تغير الطفرة إلى ظهور نسخة فيروسية منتحرة، ما يعني انتهاء الفيروس، أو تغيير في التركيبة الجينية للفيروس تنتج نسخة جديدة متطورة لكوفيد-19. علماء الأوبئة بدأوا في تحليل سلوكيات السلالة الجديدة ودراسة أثر استجابتها للأجسام المضادة.